السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملنا حبه فاصوليا انما زي العسل، حاجه كده خطيره. تعالوا كده شوفوا طريقتي المتواضعه في اعمال الفاصوليا، ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل الفاصوليا الخضراء يا جماعه. طبعا الفاصوليا من الاكلات الشتويه، اكله شتويه لذيذه وجميله جدا جدا وفي نفس الوقت مغذيه. طيب انا جبت الفاصوليا بتاعتنا تمام بالشكل ده، بقطع الحته اللي من هنا والحته اللي من هنا تمام كده، حته اللي هو العنقود بتاعها. وبروح بقى بعد ما بقطعها بقلمها بقى، بعملها زي القلم كده يا جماعه، شايفين اهو بالشكل ده كده. انا بنضف الفاصوليا بتاعتي تمام. عايزه اقول لك كمان معلومه حلوه قوي، وانت بتشتري الفاصوليا هاتيها طازه كده وحلوه. بصي الفاصوليا عامله ازاي لما تيجي تقطعيها، بصي سامعه الصوت؟ طازه، دليل ان هي طازه وصابحه لسه. شوفي، بصي بايديا اهي، شايفه كده؟ خلاويص خلصنا الفاصوليا، نيجي على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. هنا بقى حطيت في الحله السمنه بتاعتنا، حطينا الماده الدهنيه سواء كانت سمنه او زيت تمام كده. حطينا السمنه وهبتدي انزل بقى بالبصله بتاعتنا. بسم الله، بقطع البصل كده وهبتدي اقلب في البصل. انا مش هحمر البصله، انا مجرد ان البصله تصفر معايا هنزل على طول بالطماطمات، بعصير الطماطم. هنعمل حبه فاصوليا باللحمه، انما ايه، خطيره وتستاهل بقكم، حاجه كده زي العسل. طبعا انا عندي على النار على العين التانية هنا اللحمه بتستوي اهي تمام كده. هنا البصله خلاص اصفرت معايا او غير لونها بالشكل ده، دبلت معايا خلاص تمام. هبتدي انزل بقى بشفشق الطماطم بتاعنا. بسم الله. وطبعا هبتدي انزل بالملح بقى والفلفل. هنا بقى هبتدي انزل بالملح بسم الله. طبعا الملح حسب الرغبة، حبة فلفل اسمر وحبة شطة صغيرين، مش هحط توابل اكتر من كده تمام كده يا جماعة. حابة تحطي واحدة ماجي مفيش مشكلة، بس انا هعملها على شوربة يا جماعة. عندي الشوربة موجودة والشوربة بتاعتي حلوة يعني سمينة حلوة، فمش محتاجة ان انا احط لها ماجي. لو انت حابة تحطي لها ماجي مفيش مشكلة. هسيب بقى الطماطم بتاعتي كده تسبك شوية، واوعي تنسي طبعا معلقة السكر كده تمام. هنا بقى الطماطم بتاعتنا خلاص سبكت، هنزل عليها بقى بالفاصوليا على طول كده. خلاص نزلنا بالفاصوليا. عندي بقى معلقة كده من الثوم المهروس، هبتدي انزل كده على الفاصوليا. معلقة الثوم دي يا جماعة بتنقل الفاصوليا في حتة تانية خالص، بتدي طعم رهيب صراحة اهو. هسيبها بس شوية كده قد دقيقتين كده 3 في قلب التسبيكة كده، وبعدين ازودها بقى بالشوربة. هنا بقى الفاصوليا ابتدت انها تغلي معايا شوية اهي، هبتدي انزل بالشوربة بقى كده. نزلت بالشوربة زي ما انتم شايفين اهو. هغطي عليها بقى واسيبها شوية كده تبتدي تغلي. هنا بقى قلت اعمل الرز كده سريع سريع، حطيت المادة الدهنية وهبتدي انزل بحبة شعرية حلوين كده محترمين اهو، وابتدي اخدهم تقليبه حلوه بقى كده. كده ابتديت اقلب الشعريه، خلاص قربت تاخد لون حلو اهو. عايزه لون ذهبي كده للشعريه اهو بالشكل ده. هنا خلاويص الشعريه بقى لونها جميل زي ما انتم شايفين اهو، وبقى لونها موحد. اوعي الشعريه تشيط منك ولا هتتشعور، خليها كده لونها موحد زي ما انت شايفه معايا كده تمام. وهبتدي انزل بقى بالرز بتاعنا بسم الله اهو، وهبتدي اقلب الرز كويس كده
هقلبه طبعا مع الشعريه شويه كده لحد ما الاقي الرز كده اتشرب او اتغلف بالماده الدهنيه بتاعتنا. تمام. وبعدين ببتدي ازيده بقى وبحط له الملح واظبطه. شايفين يا جماعه اهو بالشكل ده. طبعا بزوده بقى بالشوربه او الميه اي حاجه عندك. يشرب طبعا الميه او الشوربه. بوطي عليه يا جماعه واسيبه يستوي بقى ايه براحته. تمام كده. هنا بقى هبتدي بقى انزل الفاصوليا بتاعتي الاول غليت اهي زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل باللحمه بتاعتنا. طبعا اللحمه دي مسلوقه يا جماعه اهو بالشكل ده. وهسيب الفاصوليا بتاعتنا تكمل سواها بقى. هغطيها واسيبها تكمل سواها. طبعا عايزه اقول لكم اكله جميله جميله مع حبه رز بالشعريه كده. بصراحه اكله جميله جدا ومغذيه. كده خلاص الفاصوليا بتاعتنا يا جماعه استوت زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده بالف هنا وشفا يا رب للي ياكل. هطفي عليها بقى النار. خلاص كده خلصنا. شايفين الجمال؟ شايفين؟ بألف هنا وشفا للي ياكل يا رب.